إذا واش الإفطار العلني يقدر يؤدي للسجن في رمضان؟ القضية ماشي إشاعة ولا خبر متداول في السوشيال ميديا، بل حكم قضائي فعلا صدر بمدينة طنجة وخلى بزاف ديال الناس يتسائلوا شنو وقع بالضبط وكيفاش وصلت القضية للسجن. إذا تفاصيل القضية في واحد الواقعة اللي دارت جدل كبير، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة بحكم بالحبس النافذ في حق شخص تم توقيفه بسبب التجاهر بالإفطار خلال نهار رمضان. الوقائع بدات ملي تدخلت عناصر الأمن بعد ما توصلت بإشعار حول شخص كيتناول طعام علنا خلال ساعات الصيام وأمام أعين المواطنين. هذا المشهد خلى عدد من الناس يتفاعلوا مع الواقعة، الشيء اللي استدعى تدخل المصالح الأمنية بشكل فوري. وفعلا انتقلت عناصر الأمن للمكان وتم ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس وهو كياكل في نهار رمضان قدام الناس، ليتم توقيفه مباشرة واقتياده إلى مقر الشرطة من أجل فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة. لكن تطورات ما توقفتش هنا. في خلال عملية التفتيش الروتينية اللي خضع لها الموقوف، اكتشفت المصالح الأمنية أنه كان كيحمل معه سلاح أبيض كذلك وبدون أي مبرر قانوني. هذا المعطى الجديد زاد يعقد الوضعية دعوة، حيث ما بقاش القضية غير مرتبطة بالتجاهر بالإفطار فقط، بل تزادت لها تهمة أخرى تتعلق بحيازة سلاح أبيض. وبعد انتهاء التحقيقات تم تقديم المعني بالأمر أمام العدالة لتبعته بتهمتين، الأولى تتعلق بالتجاهر بالإفطار علنا خلال نهار رمضان، والثانية حيازة سلاح أبيض بدون مبرر قانوني. القضية تعرضت على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، وبعد دراسة الملف والوقائع المرتبطة به قررت ما يلي: إصدار حكمها في حق المتهم. الحكم كان واضح وقاسي: 6 أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 1200 درهم مع تحميل المصاريف القضائية، وكذلك مصادرة السلاح الأبيض الذي تم حجزه أثناء عملية التوقيف. هذه الواقعة إذا رجعت جديد النقاش حول الموضوع اللي كيتكرر كل عام مع حلول شهر رمضان، وهو موضوع التجاهر بالإفطار العلني في الأماكن العمومية، واللي كينص عليه القانون المغربي بعقوبات محددة في بعض الحالات. وبين مؤيد ومعارض كيبقى السؤال مطروح بين الناس: فين كتنتهي الحرية الشخصية وفين كيبدا احترام القانون والعادات في المجتمع؟ وانتم شنو الرأي ديالكم في هذه القضية الاخوان؟ ما تنسونوش من الآراء ديالكم، وتنسونوش الدعوة ديال الخير واحد جيم والاشتراك باش تقدموا المزيد. شكرا لكم للمتابعة، والفيديو المقبل ان شاء الله.